بحت، عرضنا كذا اسم على المدرب، كان هو الخيار المتاح اللي يتناسب مع الأشياء اللي يحتاجها المدرب. لاعب يعني السي في حقه جيد، سألنا عنه يعني بالذات انه كان اللي يلعب في فريق هو وتشيكو في نفس الفترة في 2011 2012، كان في فريق 2011 في فريق كوروتشيبا اللي هو في نفس الفريق، وراح سانتوس يعني ما لعب صراحة يعني في سانتوس يعني، بس انه المدرب من خلال وجهة نظره انه هو هذا اللاعب اللي يحتاجه وفق الامكانيات المتاحة لنا. اما المبلغ يعني انا اقول لك حتى مستحيل انه يوصل المبلغ هذا، واحنا صراحه نتعامل بالدولار صرنا يعني ما اقول لك مبالغ في 6 شهور، ما هو معقول اني بعطيه 1.5 مليون. يعني المدرب قال لي انه لعب في نفس الفتره في كوروتشيبا، طبيعي انك لاعب عنده علاقات كويسه مع الفريق، فاتصلنا عليه. يعني انا صراحه يعني تحب ان اللاعب حتى اللاعب الاجنبي انه يعرف طبيعه البلد اللي هو رايح له، فيعني احنا هذا الشيء اللي حريصين عليه. والله من ناحيه فنيا المدرب كان مقتنع، المدرب يبغى الستايل رقم 9 المهاجم الهداف، هذا اللي كنا حريصين عليه. فعلا منصور البلوي هو المتكفل بالصفقه؟ ابدا، منصور البلوي لا، ما وعد في شيء ولا تكفل بشيء، وهو من اداره النادي اللي حتى اللي تفاوض معه مو حامد البلوي. يعني انا من جيت قلت له انا ما لي دخل في المفاوضات ولا شيء، نعطي راينا، والراي الفني هو الراي الاول. هو الاستاذ عادل جمجوم مديونيه والاشياء هذه، احنا اشياء يعني اغلبها وصلنا الحلول مع الناس، يعني في اشياء باقي، بس ان شاء الله باذن الله انها تكون محلوله باذن الله.